عبد الفتاح بلاغ، باحث في القانون العام والتنمية المستدامة. كذلك تحضير لأطروحة حول القضية الوطنية حول مغربية الصحراء بين الشرعية التاريخي والحل الممكن. سعيد اليوم أنني نحضر في فعالية المعرض الجهوي للكتاب اللي كتنظمه المديرية الجهوية للثقافة والتواصل بمدينة طنطان في نسخته 13. الحمد لله، يعني هذا الرواق اللي كيضم مجموعة من الفقرات وبرنامج عام يعني غني متميز، وكذلك أروقة ديال مجموعة من العارضين من مختلف أنحاء وجهات المملكة. وكذلك يعني هذا المعرض عرف تنظيم يعني مجموعة من التظاهرات الثقافية والفنية والأدبية والعلمية، واللي كانت يعني الحمد لله يعني قيمة مضافة لمدينة طنطان. هذه يعني أول مبادرة كتنظمها يعني المدير الجهوي للثقافة، اللي كنغتنم هذه الفرصة أني نشكرها، ونشكر كذلك يعني عمالة إقليم طنطان، وكذلك مجلس جهة قلميم ودنون، وكذلك المجلس الجماعي لمدينة طنطان والمجلس الإقليمي كشركاء وداعمين ضمن يعني هذه التظاهرات الثقافية الفنية. وكنتمنى إن شاء الله أن يعني تتكرر في مجموعة يعني من المواسم يعني المناسبات أخرى إن شاء الله، لا سيما أن الجمهور ديال مدينة طنطان هو يعني جمهور متعطش ثقافيا، وكيحتاج مثل هذه الندوات وهذه يعني هذه المعارض اللي الحمد لله يعني لن تزيد المدينة ديال طنطان اللي عندها تاريخ عريق بالساكنة ديالها وكذا إلا يعني تقدما وريادا إن شاء الله. وكنقولوا دائما أن طنطان ولادة بالكفاءات ديالها وبالأطر ديالها. وشكرا لكم حتى انتم كوسائل إعلامية على التغطية المستمرة واليومية لجميع الفقرات ديال هذا المعرض.